مع الإعلام والإعلام. إحنا عندنا نوعين من الإعلام، عندنا إعلام إيه بقى؟ حضرتك طبعا منورة الدنيا وتقابلنا كتير. وحضرتك الإعلامية إيه؟ سماحة إيه؟ قول. يعني شايفين الإعلام بنوع. تقولي إيه معليك النهاردة والمؤتمر بتاع الأستاذة رضا؟ طبعا يبقى الكل يطلع بعد شوية يتكلم عن المؤتمر والكلام ده كله، تقولي إيه في المؤتمر؟ عايزين نقول ان احنا مصر بلدنا جميله قوي وفيها مواقف كتير قوي بعد كل ما خدتش فرصتها ان هي تظهر على الساحه. طبعا احنا مصر طول عمرها بلد ولاده المواهب. عندنا مبدعين، عندنا مش هقول اعلاميين، هقول مبدعين، هقول مبتكرين، هقول فنانين. هم دول مستقبل مصر الحقيقي. ان احنا قدام كل بلاد العالم نقول ان احنا مصر اهو. مصر عندها فكر، مصر عندها اطفال مبدعين. احنا النهارده في المهرجان احنا عاملين حاجه هدفها ان احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنحاول نلقي عليهم الضوء او نلقي عليهم المسؤوليات ان احنا نزورهم النور. بس تحيا مصر تحيا مصر. وربنا يسعدكم ويسعدكم يا رب. بتقولي ايه حضرتك؟ وعرفينا اصلا بطاقه تعارف للجمهور. هقول لك حاجه، نكتفي بان اسم الدكتوره سماح يوسف متعارف ان هذا اخر في النشر الاعلاميه الجميله للاستاذ نسرين. هي مختلف فعاليات تعتبر الرسمي لكل نسخ فصل الابداع. بشكر رئيسه المهرجان الدكتوره رضا محمود. سعيده جدا بالتواجد وهنتابع دايما بالتوفيق شكرا ليكي. ربنا يبارك لك وكل سنه وانت طيب.